المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت. مدرجات الحديثة écoutez يعني ما أتت واتصلت من بعد ألفاظ الرواة. تمام. يعني إيكو هاتبة أو كتب لي حديث بوبة لفظ راوية. تمام. يعني اتصلت بأوقتهم ذاتا. يعني وقت كويرة وطبي كفنا حديث وقت سلطان وعيد بجناق وقت على قيب حسيتنا بجناق وقت مدرج. يعني وقت أوها وقت عطفة والضرة أولكي. المدرج هو زيادة الراوي. نوري زيادة راوية الصحابي فمن دونه جاء راوي خازي صحابي به خازي إبري صحابي بن في متن الحديث متن هذا تشكي زي ذبك أو سنده يات سند ده يحسبها من يروي الحديث أنها منه. جا حساب في كاسي روايات كذا بجاقي جاوية بقيش حديثي لعدم فصل عن الحديث شو انت واطي ويا روايات كذا ويا جا حديثي نقطة وليست منه حالبكي نجح حديثي. أنواع المدرج ششتيوش يعني جريوي. المدرج نوعان تقسم المدرج في المتن ومدرج في السند. المتن إذا هي السند إذا هي يعني المدرج يعني يغطي داخل كل. المدرج في المتن على ثلاثة أقسام سياسي قسمية. في أوله ضد أولي ودابة وفي وسط الأورتي دابة وفي آخر صوني دابة. والغالب في درجة المتن غالب لدرجة متن أي آخر. مم. مثال المدرج في أول المتن إذا أول المتن دابة. تمام. يعني من أنا ما بتشليب كي بني أيوه. أنا مثلا ما بيجي في أولي بكتشي يعني بحسب أو يا تركيبة القرى زمان عربية أو نكرة عبارة عن سوق نكري. يعني مثلا المدرج على ثلاث أقسام. يعني تخوازي وانا بدل بن في أولي هو على سلاسة بدلتي وان بحب ناقري. مثلا دوشة شونا إذا أنا في نكوتنا بوتنا في أولي وسطي وآخري مثلا وري بوتنا بدليته يدها أشخ. يعني يات بيجي يعني أقسام من حاصل في أوله حاصل في وسطه يعني كبار قلبي تقدير ما بخبرتين معزوف. وهو ما كان في أوله ما كان في وسط ما كان في آخره يعني خلاص الدباء أما أوكش ضنام يعني. مثال مدرج في أول المتن المدرج الأولي متن طبعا ما رواه الخطيب رواية كلية من رواية أبي قطن رواية وي وشبابه ورواية شبابه عن شعبة هدياش شعبة رواية كنا عن محمد بن زياد الشعبة الجوي أوجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء قشك ده سبيش بكتن يعني عام بكن واتيه وقشوش قشك بشون إسباق يعني أو قبص ماء عام بكن يعني ويل للعقاب من النار. ويل جي بعنيا رابع جي آقر عقاب جمع عقب عقب بعنيا بعني زانينه طبخ. إذا قلت يا مثلا أنا طلع بزتكي جبوك جهب نقطان ديراوي أسبغ الوضوء. ويل العقاب من النار دجا قد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال بكي ويل العقاب من النار حديث بيغمبره صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء قلتنا راوية قلتنا حسن تبهرينه يعني ميزه كيك داس بيج ديكلا قيد ما كي او ياخذ دقاتنا ك يعني ياخذ يعني تركن يا شو كنا هون بتشكي جانا باك وغير دقات كي جو قلت خوش داس بيج بكير و حد سري دليل جا يعني شو ما خذ يعني رسول بزواري قلت يعني قالوا دقات كذا كيف بحاجه. فقول اسبغ الوضوء مدرج من قول ابي هريره رضي الله عنه قلت نويك كما بينا في روايه البخاري عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابي خطيب بان كنت روايه البخاري ده شو روايه البخاري ده قلت يا شيء اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب مش شفقتان شفقتان ديال الفيلم سما زانا اسبغ الوضوء او اجا وقتك ايكو او نكر ايكو شفنا قطان نما نقول فان ابا القاسم دخس اوي
بس في رواية فإني سمعت أن أبا القاسم رضي الله عنه قال بس بليه وكا في روايتي إجا فرق نقصي قلت نقي أسفل الوجه حدثي. قال الخطيب وهم أبو قتل والشباب في رواية عن شعبة على ما سقناه يعني غلطة وهم يوهب ده فازت غلط معنى غلطة يغلط ذات استعمال كلمة يا يغلطوا وهم يهم ده فازة دي وهمي ذات اسم وهم وقت دي الشكيجي كيمتنه فهمت كيف؟ أما هذا اشتين استعمال كلمة أما تشتي كويس بهم غالبية يعني إنك عشنا بين الغالبية وغالبية يعني هذا شيء استعماله ولا هي لو ما مثلا جانا بوهذا وهم نوهم عشيد بيجن كغلط وزنا ومعنى وزنا يعني نوهمنا وهمنا ومعنى معنى غلطه معنى وهم كده مصدري وهمه إذا إذني وهمه خلاصة وقالت كده أبو قتادة الشباب قوتي الشباب رواية أخو الشعبة على مسنون القرطماني وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم أبو حزة رواية الجم الغفير عن جماعات الكثيرة جماعات الكثيرة أو كالرواية كثيرة وكما قول فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال والعقاب من النار. ومثال مدرج في وسط المرتمة إذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. رسول الله عبادة تكر تبغارة حراء شكرتا حراء إذا يتحنث كلمة بشكل غريبة وهو التعبد وهو يبيات بيجي حتى تعشو يا بيجي دبي أو تعبده شو تفسير بيجي نوري يعني تحنس بمعنى غريبة بيانك أو نحدث يا عبادتك الليالي ذوات العدد نوري يعني هو شنشبة يعني خويصة يعني شنشبة الحديثة تم الحديثة إذا فالجملة هو التعبد الدرجة الزهري التفسير أو إمام الزهري حدث رواية كريه إذا كي غريبة رابية بيان كريه قلت نوي. ومثال مثل كحزة عائشة أو بكرنا كتفسير بكرنا ظاهرة كنا عائشة كحزة عائشة تفسير بكرنا شو يتحدث ويتعبد القرآن مش شو يقولنا يتحدث ويقولنا هو التعبد. ومثال مدرج في آخر المتن آخر المتن ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم بس خذاكم عدل وزامون تشيكوا أذانهم لا ضحكتم قليلا ونهدب كنيانا ولا بكيتم كثير ونبر بقريانا ولما تلذذتم من ساعة على الفرش يعني لذات الناس سبيلكرا أنه نتزوجي ولا خرجتم إلى الصعودات وندكتنا تشولا جي بوش يعني جي بلند وبوش تجعلون إلى الله وبافتنا خدا وبافتنا خدا تعالى لوددت أني شجرة تحضت قلتنا رسول الله أجوري أما لوددت أني شجرة تحضت قلتنا راوية نقولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا رسول الله قال بيجا لوددت أني شجرة أو أبو ذر بيجا جيبه هي نوري شو أبو ذر خرانتيه يتم بيخبر خرانتيه وان هي يعني خرابي على مكان كبير بيخبر وان بجنتي ناسي توي أو ديسا بترس عبادتك ديسا تشجوان تيتكن أما محسوبين رقابة خدا دانه نوري ولو وديتو أن شجرة بتعدد نابش صلى الله عليه وسلم. فجملة لو وديتو أن شجرة بتعدد مدرجة من كلام أبي ذر رضي الله عنه كما فصلتها رواية الترمذي ورا تفسير كده. المدرج في السند المدرج في السند يأتي على وجوه شن وجهتين الأول أن يكون الراوي قد روى متنين مختلفين راوي متن أير روايتك كل متن بإسناد هل متنك بإسنادك فيروي بعضهم المتنين بإسناد واحد من الإسنادين زيك راتبة هر دو متنا بإسنادك يعني هر دو إسنادك هر دو متناتك نوري أو يروي أحد المتنين بإسناده الخاص يكتب متن بإسناد راوي روايتك ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فيه وجين يجي متن ذي تبثيه تبدي بمتن أولك تمام. ومثال ذلك ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا جهب بغزينك ولا تحاسدوا وجهبنا حسد ومربخوزة رب على النعمات كبدايك مربخوزة جهره لكن مربخوزة مرفضة الشيء مربخوزة مرفضة الشيء ونحسد غبطه ولا تدابروا بشتاق ندنهف ولا تنافسوا ونكفن يارشي تشي ندريدا ياشد باشي ده ضرر يتنه
الحديثة تبني حديثة. فقول ولا تنافسوا، بس أو لا تنافسوا مدرج نجد في سندية تمام هي الحديث قضية هي أما سندك قايدة. Evet. أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر Hı. لمالك عن أبي السناد، بس حديث كذب عن مالك عن أبي السناد عن العرج أوجع عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، يعني اتقوا الظن Hı. هذه أول حزيدة. Evet. ومحافظة كن جزني إياكم في المتقي في عليك معزوفة حسب عاملي واجبه يحذروا والظن جعت تفسر. فإن الظن أكثر الحديث، ظن يعني ظن سوء الظن، ظن نتيجة أن خبردار أن دروا خبردانه. ولا تجسسوا جاسوس ياحب نكد لهبو داري نكد. ولا تنافسوا تنافسي نكد ديسا يعني ديارشا ندغيدا أبيدا. ولا تحاسدوا شيء نحس ميزة أفجي هي أما حديث كردني. Evet. وكلا الحديثين متفقون، هذا حديثي متفق عليه من طريق مالك. وليس في الأول ولا تنافسوا بردتون أوضتنا وهي في تاني أضواء ده مثل ربنا إدراج متن فيه سندي متن سند نكد. Evet. الوجه الثاني أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة. شنو وري؟ Hı. Yanlış söyledim. إيه؟ Beresi. وتبيت لي كده. O söylesene söyle. Derece söyleyeceğim bu. هنقولي Beresi. الوجه الثاني أن يروي بعض الرواة حديثا هيك حسكي رواية عن جماعة شان حباط وبين الفساد اختلاف، أما وأنا بإسناد حسي اختلافون هي صراحة حديث يعني سنة هي سنة وهي سنة من هي أما حديث ده حديثك يا أما مثلا من هيك زي ذاك دي وينك كيم كده ده حبا زي ذاك دي اختلاف هذا إسناد هذا ما فيجمع الكل على إسناد واحد نوري. وإذا تفسر إسناد ذكركم يختلف فيه اختلاف كده ويدرج رواية من خالفهم معهم الاتفاق. ودرس كان رواية ايكم مخالفتي كنا بوانا سانكي تفر روايتك مثال ده اشخت بقى. مثال ما رواه الترمذي عن بندار، مش بندار رواية كده. اوجي عن عبد الرحمن بن مهدي تمام. Hı. اوجي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والاعمش سفيان الثوري هسه رواية كده. اوجي عن ابي وائل نوري عن عامر بن شراحبيل. أوجي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم كي قلنا المزنة؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. تشريكاش قدر الشيء كوي تشيكي Hı. خدای تشيكي طبعا شو الشركة شرشي أو شركة كويش القاشي قدرته خدا تلاه الحديثة. وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان. سفيان يجي ورا روايات كده بس سفيان سلول هبو اما عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بو. جاء كل روايات كده محمد بن كثير عبدي عن سفيان فيما رواه الخطيب فروايته واصل. روايته واصل ومنصور وقطو واصل هبو يا بس سفيان الثوري عن واصل نوري. جاء روايته واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش هاتي إذا كسر روايته مع منصور وأعمش نوري. Evet. لأن واصلا لا يذكر في عمرو بس عمر ناقه بل يجعل عن بوال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو بزد كشتكه سندك الدنيا. هكذا روى الشعبي ومهدي بن ميمون ومالك بن مخول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكر الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحد أستاذ بيان كي يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل احتمال أو شق تاندية كما روى البخاري في صحيح البخاري تصحيحه هي عن عامر بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور الأعمش كلاهما عن أبي وائل. أبي وائل عن عمرو بن شحابيل أو عن عبد الله رضي الله عنه أذيك. وعن سفيان ديسا ميزة ديسا عن سفيان نوري. Hı. عن عمرو بن علي عن واصل جا وعن واصل عن أبي وائل ميزة دور منصور أعمش من عن أبي وائل أو ضمضتنا واصل تنبو نوري. Evet. وإذا في سنادني سفيان عن واصل واصل عن أبي وائل أو عن عبد الله بن مسعود الله عنه من غير ذيك عبد شرحبيل عن جيتنا نوري. Hı. كما بين ذلك الحافظ العراقي في شرحه وشرحته أوتي. بس Evet. الوجه الثالث ويش بخين أساس Konuşsun. وكن أوي ووجوه معرفة الإنتاج Tamam. يعني وجه جيشوانه أن يسوق الراوي السيا راوي إسناد التناه فعرضه عارض ولا يكتشف مسألة بيضاد به فيقول كلام عندي باخذ تشكيل بيجي فيظن بعض من يسمعه أن ذلك الكلام هو من مثل الإسناد
جاي إيه كل ولد بيجي قيش ما تيجي فيرويها عن كذا عن ورا تخيل نروي أوي. هنس فهمت بقى؟ هنس يعني أنا بيجي مثلا يعني الشيخ درسيت بيجي الحديث يدقوش من التي رب يذكر وبس دوي أريدا تشكي دبا قلت لك كي بيجي بيشك بيجي يرحمك الله وانا ياسكن بيجي قي دوما متي يا مثلا كيف هندر واسفيدت بس بيجي بخيراتي بيقي بخيراتي جي هو متي يلا بيجي. ومثال بذا ما رواه ابن ماجه عن اسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ابشر ميجا ويبربع بروجي وجهي وقشي يعني ابشر بشر ميجا ونوش كيف وجهي. قال الحاكم حاكم دخل ثابت على شريك البيت ثابت خط شريك وقت كيا شيخ مش يعني شريك حديث تقول طلبه هنس هبو ثابت شي ثابت إيه حديث شريك كيك جوانه دو ما عن شريك نوري إجا دبي اف شريك هات دبي بشي دارين با ويملي اف شريك املا تكر يعني املا دقو طلبه ياسكر ويقول دو حدثنا الأعمش وحدثنا الأعمش خطة من الشيخ شريك عمش عن أبي سفيان أعمش عن سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطر وحسي بيجي وسكت سكن اللي يكتب المستملي شوفوا المستملي يصبح الإملاء يقدر كن يسكت يفترض بداية يسكت فلما نظر أي شريك إلى ثابت جد بأني ده شعبي بثابت كت ثابت وفقيه وي إكواجي روايتك بكت قال من كثر صلاته بلي حسوي بدك وجه قشتي قد ما كيف يبشر بيجاتك يعني بحسا ويكتك دبي إيش ميجا يبشر بربع سويشي برو خشه وقصد بذلك ثابتا لزوجه بو كي زاهد بو وورعه صوفي بو قصد ويكر فظن ثابت ما كي ذا صوفي بيه ثابت ظن كده انه مت ذلك يسمى وقي متنويه يعني وطبعا على الصلاة على هاتو سنتين فكان يحدث بمثل هي حتى انا جيجي جوات انا جيجي جوات جو معرفة الدرج طب جا في تشات كذا وردت كذا أنا بيجي مثلا ودي جو معرفة الدرج جو أتأكد إن يا مثلا وانا دني سقف يفهم بيه ويفهم لك ذا صوفي بيه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.